ياسين ابني قاعد يعمل واجبه في امان الله، جيت لقيته عامل لفه الجلاش بالمنظر ده. طبعا انا اتصدمت. رحت انا جايبه سكينه ومكمله عليها، خليتها بالشكل ده. ودي كانت النتيجه من لفه الجلاش المتقطعه. عملنا اجمل صينيه جلاش بطريقه سهله وبسيطه، هنعملها مع بعض ان شاء الله. يعني ايه؟ لو عندك لفه جلاش قطعت معاكي في الفريزر او بقالها فتره عندك، تعالي نعمل مع بعض اجمل صينيه جلاش. نبدا بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. اول حاجه معانا بصلايه كبيره كده، حطيناها على النار مع معلقه زبده، اديناها كده تشويحة. بعد كده نزلنا عليها باللحمة. اللحمة اللي معايا نص كيلو لحمة مفرومة وعصير طماطمية كبيرة. تمام كده بنقلبها مع البصل. التوابل بتاعتنا فلفل أسمر، 7 بهارات. هنحط كده بقى فلفل ألوان من اللي احنا فرزناه. بعد ما تدخل في السوا نبتدي نظبط الملح ونقلبها كويس. كده عملنا العصاج اللي هنعمل بيه الجلاش بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة، طعمه في منتهى الجمال. نروح بقى للفة الجلاش اللي ابني حبيبي قطعه لي بالشكل دوت. جبت سكينة وقطعتها شرايح بالطول كده كلها، وبقت معايا بالشكل دوت. هبتدي ان انا افكها من بعضها تماما لحد ما تبقى معانا بالشكل دوت. هنجيب صينيه، نجيب كميه الزبده كده اللي هندهنها ما بين الرقات، بس احنا بقى نحطها تحت خالص في ارضيه الصينيه، ونحط نص كميه الجلاش، ونحط كده معلقه على الوش، بس كده. وهنجيب العصاج بتاعنا ونبتدي نحط اللحمه بتاعتنا ونوزعها في الصينيه كويس ما عدا الاطراف. بتجهزي اي ميكس جبن لو انت حابه تحطي جبن على الجلاش، تمام. لو مفيش مشكله خالص، هتقفلي على كده. لو وصلتوا معايا هنا متنسوش تعملوا لايك والمتابعه ومشاركه الفيديو. تعليق جميل منكم يعجب الاخوات في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين. حطينا كده العصاج بعد الاطراف وسويناه كويس. وهبتدي ان انا اجيب بقيه لفه الجلاش. الاول هحط ميكس جبن، دي جبنه رومي، ونحط جبنه موتزاريلا لو متاح وموجود عندك. كمان حطيت جبنه كيري بالبسطرمه، طعمها بيبقى جميل جدا جدا مع صينيه الجلاش بالزيت. هنا حطينا جبنه موتزاريلا بالشكل دوت، وحطينا الجبنه الكيري. وهبتدي ان انا احط بقيه لفه الجلاش بطريقه سهله وبسيطه. وعملنا اجمل صينيه جلاش. تقدري كمان تعملي نفس الطريقه للجلاش الحلو. هنحط كده السمنه بتاعتنا بعد ما ظبطنا كده الجلاش من فوق. نبتدي نحط بقيه كميه السمنه المناسبه لصينيه الجلاش. ما تكتريش سمنه، وخصوصا لو انت عاملاها باللحمه بتبقى فيها دهون برضو، فما تكتريش سمنه في صينيه الجلاش باللحمه. خلاص كده تمام. بنجهز برضو البيض واللبن ونسقي بيه صينية الجلاش، ونكون مولعين الفرن مسخنينه. ده بيكون أفضل لصينية الجلاش، إن انتوا تكوني مدخلاه على فرن يكون سخن. بضاية مع كوباية لبن كبيرة، مج كبير، حبة ملح صغيرين كده وحبة فلفل أسمر، ونضرب البيض مع اللبن والملح والفلفل الأسمر، ونبتدي نحطه على الجلاش. وزي ما قلت لكم تكونوا مسخنين الفرن كويس جدا، عشان أول ما تدخل صينية الجلاش كده تديكوا نتيجة حلوة. دي كانت النتيجة. دخلتها على أول رف وبعد كده رفعتها فوق تاخد وش، وكانت بجد طعمها في منتهى الجمال، حلوة جدا جدا. يعني أي بقى لفة جلاش عندك اتقطعت بالشكل دوت ما تشيليش هم حاجة. هتعمليها جلاش حلو أو جلاش صينية كده حادق، هتبقى في منتهى الجمال. بألف هنا وشفا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، أتمنى تكونوا استفدتم. متنسوش اللايك والمتابعة ومشاركة الفيديو. تعليق جميل يا أجمل إخوات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.